الوزير ديال من تحتها خدام كيصايب قانون جنائي كيعطي الحق للناس انهم يفسدوا كما بغاو. تصوروا فين وصلنا. وزير العدل كيقول اللي خدامات في قطاع الفساد الا حملتوا من شي واحد او دي الا صيدتوا شي واحد وحملتوا منه راكم غادي تضمنوا واحد الاجره حتى ل 21 سنه، غادي تبقاو تخلصوا 21 سنه باجره شهريه. كيقول هذوك اللي باغيين يتزوجوا راه قبل ما تزوجوا غندوزوا لكم واحد الامتحان نعرفوا لكم واش عندكم قدره واش قادين. وهذا باغي يشيع الفساد. هل بهذا المنطق غادي نحاربوا الفساد في البلاد؟ المرأة المعنفة ولا خصها تخلص 7000 درهم باش تدير شكاية ديال العنف ضد النساء. المرأة اللي باغا دير الطلاق بعد ما كانت معفية من رسوم ديال اللجوء إلى القضاء في الطلاق ولا خصها تخلص 7000 درهم. الأجير اللي طردو صاحب العمل باش يلجأ للقضاء خصو يخلص على الأقل 7000 درهم باش يمشي يطالب بحقه. اللي داولو أرضو خصو يجبد على الأقل 1 مليون ديال الفرنك باش يدافع على الأرض ديالو. هاد المافيا اليوم تشرعينو لمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء اللي هو حق الجميع وحق مجاني. هذاك الوزير ديال من تحتها، وزير من تحتها اليوم تيوجد مشروع قانون باش يمنع المواطنين من حقهم في الدفاع، من حقهم في المحامي اللي يفتح لهم عينيهم ويخليهم عرضة للسماسرة ديال المحاكم. وتخيلوا دابا واش هذا الامر هذا غادي يحد من الفساد. والتقارير ديال الفساد واصله للعالم. حنا وجهنا ملي كنخرجوا للعالم كنحشموا كيقولوا لنا داك الفساد عندكم كثير وباغي يزيد يكثروا. اليوم هناك حرب على الأسرة المغربية، حرب على المجتمع المغربي، حرب على الثقافة المغربية، حرب على الهوية المغربية، حرب على القيم ديال المغاربة، حرب على الديمقراطية المغربية، حرب على جيوب المغاربة كتقودها حكومة المافيا، حكومة العصابة.